السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نسحب من اورنج كاش من خلال ماكينات البنك الاهلي المصري. خطوات بسيطة وسهلة، هتقدر تسحب بدون ابلكيشن، بدون رصيد، بدون نت. تابع معايا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك وتدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تابع معي. وأول حاجة بنعملها زي ما واضح في الفيديو، بنحط الكود الخاص بأورنج كاش اللي هو شباك 7115 شباك. بتظهر لنا القائمة اللي هي الخاصة بالأورنج كاش، فيها 4 اختيارات لكن مفيهاش سحب ATM، وبيقول لي 5 التالي. لو انت عايز اختيارات أخرى فهدوس 5 عشان يدخلني على الاختيارات التانية. وده دوست 5 ودخلني على، قال لي بعد ال4 تانيين 5 6، وأول حاجة 5 هي خدمات صرف آلي. فدوست 5، فقال لي 1 سحب صراف آلي، أو 2 إيداع صراف آلي. طبعا أنا هدوس 1 سحب صراف آلي. ودلوقتي بيطلب مني ان انا ادخل الرقم السري الخاص بالمحفظة. وكده انا دخلت الرقم السري. بعدها بيجيب لي الرصيد، يقول لي رصيدك قد كده، والحد الاقصى 6000 جنيه، وادخل المبلغ المطلوب. فهحط المبلغ. طبعا انا لازم اعمل حسابي ان هما هيخصموا 1.5% من قيمة المبلغ اللي انا هسحبه. وهنا بيقولي سيتم إرسال سحب كود السحب، وبيقولي دوس 1 للتأكيد، فأدوس 1. وبضغط إرسال، وبيوصلني بيقولك إن تم إرسال الرقم السري المؤقت نجاح. كده أنا عملت الخطوة الأولى، وهي عملية السحب من على الموبايل الخاص بالمحفظة الخاصة بتاعتي. ووصلت الرسالة زي ما انتم شايفين كده. هندخل عليها دلوقتي. أحب أبلغ برضو إن الرقم السري مدته 3 دقائق فقط، يعني من بعد ما توصلك الرسالة مدته 3 دقايق فقط. زي ما انتم شايفين كده، العلامة اللي هي الصفرا ديت هي دي الأورنج كاش. هندخل عليها، وآخر رسالة تحت خالص اللي هو رمز ال OTP، هو ده الرقم المتغير اللي بيتحط على ال ATM بعد الرقم الموبايل. وكده ما فاضلناش غير الخطوة الأخيرة، اللي احنا نتوجه بالرقم ده إلى أقرب ماكينة بنك أهلي ونبدأ عملية السحب.
وبنوصل للماكينة، وأسفل يسار الشاشة بنلاقي خدمات بدون بطاقة، وبعدين بنختار محافظ إلكترونية ونختار اللغة عربي، وبنختار سحب وإيداع، بنختار السحب، وبدخل رقم الموبايل الخاص بالمحفظة، بتأكد إن الرقم مظبوط، وبعد كده بدوس استمرار. بعد كده بحط الرقم اللي هو وصلني في الرسالة اللي هو ال OTP، وزي ما انتم شايفين كده ما بيظهرش لأنه هو رقم سري، فمش ما بيظهرش على الATM. وبدخل المبلغ اللي أنا طلبته، وبدوس مبلغ صحيح، وبقول له نعم. بعد كده بتطلع المبلغ، وبكده تنتهي عملية السحب. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده مشكلة من في خلال يعني مشكلة مع ماكينات البنك الأهلي، طريقة سحب أي مشكلة ما، ممكن يكتب لنا في التعليقات، وإن شاء الله نجمع كل الناس المشاكل قابلتهم مشاكل، ونعمل لهم فيديو بالحلول. وأنا بشكر الناس اللي هي بعتتلي وكلمتلي على الأخطاء اللي قابلتها والحاجات اللي هي قابلتها، وأنا فعلا اتأكدت منها. بعضها بيتعمل بطريقة غلط، وبعض منها فعلا يعني عيوب مثلا ماكينة أو عيوب إصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.